أوقات بتكون الحقيقة مرعبة ومخفية، بس لازم تظهر عشان ربنا اسمه الحق، والظلم ظلمات يوم القيامة. سمعت كتير عن الأرواح وإنها عايشة وسطنا، في منها الطيب وفي منها الشرير، لكن اللي أنا شفته كان مختلف عن أي حاجة سمعتها. أنا مسعد، شاب عندي 30 سنة، سافرت من 5 سنين دولة عربية عشان أحسن من حالتي المادية. أنا مهندس، بس ما لقيتش الفرصة اللي تحقق طموحي. اشتغلت وتعبت لحد ما عملت قرشين كويسين، ورجعت بيتي اللي كان عبارة عن شقة في منطقة المعادي. رجعت وكان جوايا حنين لكل حاجة، للمكان والأصحاب والجيران، الجيران وبنت الجيران وحب زمان. أخدت نفس وبفرحة جريت على البلكونة، وقفت فيها استرجع ذكرياتي، سرحان في أجمل ذكرياتي ومع أجمل وأنقى قصة حب. بس اللي خرجني من إحساسي حاجة غريبة ما كنتش فاهمها، حاجة كانت دايما بتدفعني إني أرجع، وكأنه شيء بيناديني، مع إن ماليش حد هنا، أنا وحيد. وده اللي خلاني أسافر ومرجعش المدة دي كلها. فضلت واقف أفكر وعيني على بلكونتها، بس الغريب إني لمحت خيال في البيت اللي قدامي. افتكرتها هي جميلة بنت الجيران، وأجمل بنت في الحتة، اسمها جميلة، وهي فعلا كانت جميلة. ابتسمت قوي لما افتكرتها، لما افتكرت وهي بتضحك وغمزاتها كانت بتنور الدنيا زي الشمس لما تكسر ظلمة الليل الحزين. ولما كانت تصحى الصبح تفتح الشباك وهي لابسة لبس المدرسة وتسرح شعرها وتاخد اخواتها الصغيرين وتنزل تروح المدرسة، كانت زي النجمة اللي بتحضن القمر. كنت دايما عيني عليها، كنت بقول لنفسي لو كانت الظروف كويسة وحالتي المادية كويسة شوية كنت رحت خطبتها وما استنيتش أبدا. بس منين؟ العين بصيرة والإيد قصيرة. كنت ببقى هموت لما بشوف عيون الناس وهي بتبصلها بإعجاب، كنت بتجنن وببقى عايزة أخبيها من عيونهم وأقول لهم إنها حقي أنا. كنت دايما حاسس إنها عارفة مشاعري، وهي كمان بتبادلني نفس المشاعر. وقتها لعنت الظروف اللي كانت سبب إن الواحد ممكن يبعد عن الناس اللي بيحبهم. فضلت سرحان وأنا مبتسم لمجرد إن بس ذكرت اسمها، أو مجرد مرور خيالها في تفكيري. وسألت نفسي يا ترى عاملة إيه يا جميلة؟ ويا ترى الدنيا عملت معاكي إيه؟ بس اختفت ضحكتي فجأة لما شفت الخيال أو الشبح كان بيقرب عليا. ولما قرب قوي شفتها، شفتها، دي كانت هي فعلا. بس الغريب إن الوقت متأخر جدا، اللي يخليها تخرج في الوقت ده وخارجة تعمل إيه في الضلمة؟ دي خارجة لوحدها، وليه ملامحها ثابتة وحزينة كده؟ فكرت أنزل أسألها، بس دققت النظر لقيت عينيها ثابتة في مكان واحد، مفيش ليها أي رد فعل، حتى بعد ما ابتسمت لها كالعادة وشاورت لها إنها تستنى تسلم عليا، أبدا. بس فجأة قربت مني بسرعة رهيبة، معرفش قطعت المسافة دي كلها إزاي، ولقيتها صرخت بصوت مرعب، ولقيتها بتقولي الحقني، وبعدها اختفت. أنا اتفزعت. معقول أكون بتخيل؟ ولا يكون ده تعب السفر؟ أيوة، أكيد تعب السفر أثر عليا. ابتديت أكلم نفسي وهديها، لا اهدى يا مسعد، اهدى، انت أكيد كويس، بس ده من أثر التعب. ودخلت من البلكونة وأنا بستعيذ من الشيطان الرجيم، ورحت أشوف لي إزازة مية عشان أشرب، ودخلت بس لقيت الكهرباء قطعة. ياه تقطع دلوقتي؟ هي كانت ناقصة الكهرباء كمان؟ ايه الليلة الغريبة دي؟ فتحت كشاف الموبايل ورحت أدور على شمعة في المطبخ ولا أي كشاف، بس ما لقيتش حاجة خالص. وفجأة لقيت إيدي على كتفي، اتفزعت واتجمدت مكاني، وبدأت أتلفت حوالين نفسي عشان أشوف مين. شفتها قدامي، أيوة قدامي، بس إيه ده؟ دي كانت مدبوحة، أيوة مدبوحة، ورقبتها بتنزف، ماسكة في إيديها سكينة، ودموعها نزلت، واتكلمت بصوت عجيب كأنها بتستغيث بيا وبتقولي أنا عايزة حقي، هاتلي حقي يا مسعد، دور على الحقيقة وانت هتلاقيها. ورددت الكلام أكتر من مرة، أنا عايزة حقي يا مسعد، دور على الحقيقة، انت اللي هتجيب الحقيقة. جسمي ابتدى يرتعش وكأني في شهر طوبة،
صوتي مش طالع، ولساني مش مساعدني اتكلم ولا ارد عليها. تقريبا كنت متجمد في مكاني وقعت مغمى عليا، معرفش كام ساعة. بس لما فقت لقيت دماغي هتتفرتك من الصداع. بس ايه ده؟ لقيت نفسي نايم في سريري وبهدومي زي ما انا، وما كنتش عارف اللي شفته ده حقيقة ولا كابوس. بس الأرجح إنه كابوس، أو لأني عايزه يبقى كابوس. نزلت من السرير وأنا بحمد ربنا إنه كابوس، وكنت مخنوق ومتضايق جدا، وكأني لسه عايش فيه وما صحيتش منه، ودماغي عمالة تجيب وتودي، وعقلي يقول إنها مش حقيقة وإنه كابوس مزعج. بس جوايا حاجة بتقولي لأ، دي حقيقة يا مسعد. خرجت من الأوضة ورحت أشوف أي حاجة أشربها، وأنا خارج في طريقي للمطبخ سمعت موبايلي بيرن. بس الغريب إنه مش معايا. بدور عليه لقيته في الأرض في المطبخ، مكان ما كنت واقف امبارح، والكشاف كمان لسه والع. قلبي اتقبض، وحسيت إن اللي شفته امبارح كان حقيقة مش كابوس، وإني افتكرته بكل تفاصيله. انتابني إحساس من الندم. أنا إيه اللي رجعني؟ ما كنت فضلت هناك كان إيه اللي هيحصل يعني؟ هو أنا ليا حد هنا عشان أرجع عشانه؟ أخدت الموبايل اللي كان عمال يرن، ولقيته صاحبي محمد، صديق الطفولة. بس الغريب إن أول مرة يتصل بيا من يوم ما سافرت. عجيبة قوي، هو عرف منين إني رجعت؟ محدش يعرف أبدا إني رجعت. قعدت على الكرسي ومسكت دماغي، حسيت إن دماغي اتجمدت وفيها ألف فكرة وفكرة. مسكت دماغي وغمضت عيني من التعب والرعب، بس سمعت صوتها بيرن في وداني، وإيديها بتطبطب عليا، وبصوت مخنوق وبتعيط وبتقولي سامحني، أنا عارفة إن المهمة مش هتكون سهلة، بس أنت الوحيد اللي تقدر تجيب لي حقي. كلهم ظلموني عشان ضعيفة، واتهموني بالكذب، وقتلوني ظلم، ومفيش غيرك يظهر الحقيقة. أنا استنيتك كتير وأنت اتأخرت قوي يا مسعد. سمعتها وأنا حاسس إن قلبي هيقف من الرعب، ومن شكلها وهي قاعدة جنبي، ومن كلامها اللي بتقوله. مش قادر استوعب، الكلمة بتقتلني. يعني ايه؟ يعني جميلة ماتت؟ معقول اللي سمعته ده؟ فجأة اختفت من قدامي، وانا ما زلت مشلول، مش قادر اتحرك، مش قادر من اللي شفته وسمعته. بس هنا انا اتأكدت انه مش مجرد كابوس. اخدت مفاتيح الشقة واخدت موبايلي وخرجت بأقصى سرعة من الشقة، وفضلت افكر طول ما انا ماشي. بس الغريب إن لقيت رجلي مودياني على بيتها، وقعدت على الكافيه اللي قدامه زي ما كنت بقعد أنا وصاحبي محمد عشان أشوفها وهي رايحة المدرسة وهي راجعة. ناديت على حمادة الجرسون. حمادة أول ما شافني رحب بيا، ولقيته بيقولي حمد لله على السلامة يا أستاذ مسعد، فينك وفين أيامك؟ ياه، ده احنا قلنا إنك نسيتنا لما البلية لعبت وسافرت الخليج. ضحكت وخدته في حضني وقلت له عيب عليك يا شبح، ده احنا جدعان وولاد منطقة واحدة، وما ننساش أصلنا حتى لو البلية لعبت معانا يا أبو عين وحشة. حمادة طلب لي قهوة على الريحة زي ما متعود دايما. كنت وقتها اتصلت بمحمد اللي كلمني بلهفة وكان مستني مكالمتي، ومن غير أي مقدمات قال لي أنا عايز أشوفك حالا يا مسعد. قلت له بدون تردد أنا في القهوة بتاعتنا. قال لي ثواني وهكون عندك، وقفل السكة. فضلت أفكر هو إيه اللي بيحصل، وماله محمد ملهوف على مقابلتي كده ليه؟ ده حتى ما سلمش عليا. عموما أديني مستني لما يجي نشوف ماله وبيتصرف كده ليه. جاب لي حمادة القهوة، ووقتها لمحني وأنا سرحان، وعيني متعلقة بشباك جميلة، والبيت مقفول وكأنه مهجور من سنين. بس كانت الصدمة اللي أكدت الكابوس لما سمعت كلام حمادة، لما قال لي أنت لسه يا أستاذ مسعد لسه بتفكر؟ ادعي لها بالرحمة وإن ربنا يغفر لها. بصيت له وأنا مصدوم وقلت له هي مين دي؟ حمادة قال لي جميلة يا أستاذ مسعد، البنت الأمراية، ما هي ماتت من 4 سنين وأهلها عزلوا، ما عرفوش يعيشوا من وقت الفضيحة اللي حصلت. ومن كلام الناس مين كان يصدق إن الملاك البريء ده يخرج منه كل المصايب دي؟ صحيح زي ما بيقولوا
ياما تحت السواهي دواهي والمظاهر خداعة. يلا ربنا يستر على ولايانا. اهي خدت نصيبها وراحت للي خلقها، هو العدل. انا بصيت له وعقلي مش مستوعب، انا مش قادرة اتخيل ولا اصدق اللي بيقوله. قلت له بصوت ضعيف مش راضي يخرج مني: ايه اللي حصل يا حمادة؟ وازاي ماتت؟ وفضيحة اللي انت تقصدها؟ حمادة بدأ يحكي لي، ويا ريته ما حكالي. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني.